يعني ازاي بنكتشف ان العلاقات ديت مؤذية؟ نكتشفها ازاي؟ ايه العلامات اللي تبقى في البداية كده تلمح لنا من قبل ما نتعلق بالشخصية دي ان هي تكون علاقة مؤذية؟ اوكي، الاول خلينا نعرف الاول ليه بنقول علاقه اساسا مؤذيه، وبعدين اقول لك علاماتها. ليه بنقول انها علاقه مؤذيه؟ هي كل علاقه ممكن تكون بتسبب اذى جسدي او نفسي للانسان. بيحس ان هو مستنزف جواها، ان هو مش هو نفسه، او لا طاقتي خلصانه، مش قادره اعمل حاجه. لما يكون في مشكله في العلاقه دي حياته حرفيا كلها بتقف، بيوقف اي حاجه في حياته، انجازه، شغله، حتى لو تربيه، حتى لو حاجه موجوده جوه البيت، كله بيقف بناء على ان في مشكله في العلاقه دي. فبالتالي هي علاقه بتستنزف طاقتنا. علاماتها انها بتوقف لي الحاجه، بيكون في مشكله فيها، اذا فلا تتوقف الحياه. حزن شديد جدا، بحس ان انا اكني طفل صغير، او بحس ان انا منبوذ مهجور، حاسه ان في وجع قوي جدا في القلب او في الجسد. وساعات طبعا بيقلب على امراض مزمنه مثلا مناعيه. فدي اشهر علامات تقول ان العلاقه دي تكون علاقه مؤذيه. ما الجسم بيتحدث عن الحالة النفسية بالامراض العضوية. صحيح يعني جداً. مش معنى كده ان احنا اي مرض عضوي نجري للدكاترة يبقى في حاجة، ممكن بيبقى اساسه نفسي. صحيح، بتبقى فعلا يعني الاعراض موجوده عضويا، لكن هي الاساس بيبقى نفسي فعلا. يعني طب انا عايزه اسالك على حاجه، ليه احنا دايما بنجذب العلاقات المؤذيه؟ يعني مثلا حد مر بعلاقه مؤذيه، للاسف بعد ما بتخلص بيجذب اللي بعدها برضه مؤذيه، والثالثه مؤذيه. يعني ليه بنجذبها؟ بتبقى تكرر معانا في حياتنا كتير، ايه السبب؟ اوكي، عايزه اقول لك ان كلمه ان انا تتكرر اصلا، ان كل شويه بحس ان في باترن كده شغال، كل شويه العلاقه اللي بدخلها مؤذيه، ده اكبر دليل على ان في عندنا اساءات في الطفوله. احنا اصلا بنختار العلاقات المؤذيه بسبب اساءات الطفوله، جرح في الطفل الداخلي، او ببساطه كده واحنا صغيرين اساءات معينه ممكن تكون كونت ترومات، كونت جروح كمان اسمها ظلال الاساءات. الجروح دي بتخلينا ببساطه شديده، حتى لو انا مثلا فاهمه وتمام وحد على قدر من العلم والفهم لكن لو ما تمش التعافي من الاساءات دي ومن ظلالها او الجروح بتاعتها، بنلاقي نفسنا تاني بيتكرر ان الباترن. ده معنى كده ان التعافي حاجه مهمه جدا جدا جدا، فوق ما تتخيل اي حد ممكن يتخيل فعلا. طب ايه اهميته؟ ببساطه اهميته كذا حاجه. يعني خليني اقول لك مثلا، لما بتجيلي ليتس سي سيشنز خاصه او في البرامج اللي انا بعملها عن التعافي، بيبقى اكتر سؤال بيتقال، او مثلا لو حد بيسمع عن الكورس مثلا ليتس سي او البرنامج، او مثلا كوتش العلاقات بيعملوا ايه، او انت اتكلمتي عن العلاقات المؤذيه، فبيبقى اول سؤال بيقولوا او بتقولوا على حسب يعني ذكر او انثى، فبيبقى اول سؤال اللي هو ايه، انا على فكره مثلا ليتس سي انا انفصلت خلاص، فانا يعني انا بس سمعت الحاجه اللي انت قلتيها، فانا حاسس ان انا يعني مش تمام قوي، او ان انا عايز بعد كده اختار شريك الحياه. الفكره بتبقى اهميه